العاصفة دانيال سببت كوارثا بشرية في ليبيا بعد وفاة ما يقرب من 3000 شخص، وده حسب إحصائية أولية للضحايا. ومن بين ال 3000 شخص دول كان في 4 لاعبين محليين ماتوا غرقا متأثرين بالعاصفة اللي ضربت مدن شرق ليبيا، وده اللي أعلنه الاتحاد الليبي لكرة القدم النهاردة. وفي بوست ليه على حسابه بموقع فيسبوك كتب الاتحاد الليبي: نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شالوف. ونشر الاتحاد الليبي صورا للاعبين ال4 الذين لقوا حتفهم جراء السيول والفيضانات الناتجة عن العاصفة. وانضم اللاعبون إلى قائمة ضحايا العاصفة دانيال اللي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 2800 شخص، ولسه في آلاف المفقودين في درنا ومدن أخرى مجاورة. والصليب الأحمر الدولي أفاد بأنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى لعدة آلاف بعد وجود ما يقارب من 10,000 مفقود حتى اللحظة.